هلا اليوم عملنا هذه العزيمة للشعب الهولندي، وعملنا هذه الشغلة طبعا لحتى نجني بعض المصاري، والمصاري اللي حنجنيهم حنقدمهم للاجئين السوريين. وهي فكرة طبعا صارت عن طريق شباب، مجموعة شباب سوريين عملوا هاي الفكرة، وهي طبعا كتير فكرة كتير ممتازة. المقصود منها انه جني المال ومساعدة الشعب السوري، اللاجئين السوريين. وفي معنا طريقة تانية لجني المال كمان راح نفرجيك اياها بعد قليل. وقمنا اليوم بفتح المتحف. المتحف طبعا هو عبارة عن رسومات بسيطة، لكن فن رائع وجميل في طريقة سورية. وكما تشوفون يعني طبعا الامكانيات مش قوية لفتح المرسم او المتحف الكبير. طبعا الشعب الهولندي هن متفاجئين في هذا الفن الرائع وهذه الرسمات الجميلة. طبعا هذا بما يعزز انه الشعب السوري جميعه فنان 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 ورائع. وهذه معنا مجموعة صور تعبر عن الغضب، تعبر عن البؤس او الظلم، معاناة. كذلك نفس الصور طبعا في صورة عامية تعبر عن الفرح والبسمة. شيء جميل حقا. ومثل ما قلنا لكم شوفوا هون الصور عنا رسمات خلابة، ايادي ماهرة طبعا، ملحمة جرجامس. تقدر تشوف الصورة طبعا اذا توضحت، وجوه داخل النار داخل المعركة. صورة ذهبية رائعة جميلة، قمة الابداع. لكن مع الاسف من مع قلة الامكانيات، لكن نحن ان شاء الله نعمل فيما